لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1040 لواني كاين تفسير قرآني بيروز بيم وخزمتان ومن بست رضامن دي رب العالمين وهيوادان اوي ازي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. بەڵێ خۆشەویستان هەر لە درێژەی باسی منافقەکان رب العالمین دەفەرمی منافقەکان سوێن دەخۆن بە ذاتی ئەڵڵا کەوا قسەیەکی وایان نەکردیەکەوە کوفر بی. خی گەورەش تەئکید دەکاتەوە بە لام و قەدی تەحقیق بە لامی تەوکیدی قەسەمی و بە قەدی تەحقیق بۆی کەوا قالوا كلمة الكفر كلمة كفريان دركاندك كرديتيان وهروها كفريان كل دواي ويكوا مسلمان بون وهموا بما لم ينالوا بابرين هوليان دا نيازيشيان خراب بو برام بدستيان نهينا وما نقموا لهيج تيك اوان عيب نابين نوا هيج هنزتيشيان نية إلا اوان بكوا لمقابل داك الله تعالى وبيغمبركي صلى الله عليه وسلم لفضل خوان دولمندیان کردینە ئیتر ئەوە هەنجەت نییە کەوا ئەوان بێن خراپە بکەن بەڵکو ئەوان لە بەرامبەر فەضلی خوا سبحانه وتعالى و فەضلی پێغەمبەرەکەی صلى الله عليه وسلم دێن ئاوا دەکەن و دەیکەنە مبەڕێک لە بۆ خراپەکردن. ئیتر دەفەرمی ئەگەر تەوبە بکەن ئەوە باشترە لە بۆیان و ئەگەر هەڵگەڕێنەوە ئەوە وئن یەتەوەلەو پشتی تێ بکەن و هەڵگەڕێنەوە وخواي جورا سزان ددا بسزايا بإيش وآزار هم لدنيا وهم لقيامة وهيت شتيك لبويان نية لدنيا دا ببيت ولي ولا نصير. هيت شتيك نية هيت كسيك نية لدنيا دا ياخد هيت كسيك نية لزويدا لبويان ببتا ولي ببتا دوستيان وبهانان بي ياخد ببتا نصيرو بسريان بيخي. لتفسير منار دلائي مناسبة وآتا لقال أو بيشويتر أو إن هذه الآية بيان للسبب المقتضي لجهاد المنافقين كالكفار كواتلير دا أو بياني أو سبب ذكا أو هوكار باز ذكاتا كوا لبر هندي بيويست جهاد المنافقان بكري وكو جهاد كافر كان وهو أنهم أظهروا الكفر بالقول يتر سبب كوي كون بزمانيش كفريان دركاندية وهموا بشر ما يغري به من الفعل وهلوها نيتيان كد بخراب ترين شد كوابيكا وهو الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم كوا هولي كشتني بيغمبريان دا صلى الله عليه وسلم. ابن عاشور جلال هل مناسبة آيات بيشوتر لما كان معظم ما أخذ من المنافقين هو كلمات دالة على الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلام لا منافقان جيراء وكا كلمات واد درشيرن كوالطعنية لبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم وهاو الشيوي أو قسانة كوا هموي بلقي كفرا وكانوا إذا نقل ذلك عنهم تنصلوا منه بالأيمان الكاذبة وكاتك كوا كفر كانيان باز بكرابا كوا وان كردتيان أوان دهاتن خوان لي بريدة كربتي بسوين خواردني درو
عقبت آية الأمر بجهادهم بالتنبيه على أن ما يتنصلون به تنصل كاذب. لو ليردا خوي جور فرمان دكا ياخذ لا أو آتيك وخوي جور فرمان دكا بوي كواد جهاد يان لقلب بكري ليردا لدواي فرمان كذن بجهاد كذن لقليان بوي كخوي جورا أوي بيان دكا أوي أوان تبراي ليدكن براسي تبراي كرنكيان درويا وأن لا ثقة بحلفهم أو سوان دي كذا شيخون زي جاي سيقانيا بلكو بدرو ديخون وعلى إثبات أنهم قالوا ما هو صريح في كفرهم بلكو ببيتسواني وخا يقول إثباتي أوي دكا أوي كوا أوي أوان قوتيتيان بلقي لسر كفريان بل إن زاد فرم يحلفون بالله ما قالوا وكل تفسير قاسمي دل أي فيك شيئا يسوق سوين بأ الله تعالى دخون درباريتو يا رسول الله كواشتيش يا نقوتيا كوا بيدنا خوش بي لتفسير سعد دل أي إذا قالوا قولا كقول من قال منهم واتا سوين دخون لسر كواقسيش وانكدي وكو لسورة منافقون خواهي يقولوا من باز ككواديان قد ليخرجن الأعز منها الأذل إتر أوان ديانقو أقر بقرين ومدينة أوي كبعزتا أوي كزليلة دردكا مقصد الشان خوانو پیغمبر صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله إتر أوان سوين دخون كواقسيان نكرديا والكلام الذي يتكلم به الواحد بعد الواحد نكر أوقساني كوا يقلد ويق أوانا ديكن كوا استهزا كردنا بدين ببيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فإذا بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغوا شيء من ذلك كاتكوا بيان دقاتوا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم يكيق لو قساني يعني بيغي اشتيتوا دهاتنا خزمت بيغمبر صلى الله عليه وسلم سوين ديان دخوار بوي كوا يحلفون بالله ما قالوا سوين ديان دخوار كوا أوان أوقسانيان نكر ديا وكوا بالسعودي جدلي وإيثار صيغة الاستقبال يحلفون كواتا أوان سوين دخون أو صيغة استقبال واتا لداهاتو سوين دخون لاستحضار الصورة لبوي كوا لبرتساو ما بيشتكا كوا كو أوان دين سوين دخون أو للدلالة على تكرير الحلف ياخذ له بو صيغة هاتيا بلقي لسر كوان زال دواي جار دين سوين دخون بدرو وإيثار صيغة الجمع في قالوا يحلفون بالله ما قالوا صيغة جمع لبس هاتي صيغة جمع مع أن القائل هو بعضهم لقال وش كوا يقلوا أن قلت تيدلو بجمع هاتيا للإيذان بأن بقيتهم برضاهم صاروا بمنزلة القائل كواتا أقل يقلوان كاتك أو قصي دكا بلام أواني ديكش كوا رازين لو قصي وكو أوي كوا هميان وادلين إتر أوي ديلين لكفر أو زدواش سوين دخون كوا أوان وان نقوتيا خواهي قرز دفن ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم بالتأكيد بقسم كلمة كفريان دركان ديو كفريان كده لدواي مسلمان بونيان يتركوا تفسير سعد ضلي فإسلامهم السابق وإن كان ظاهره أنه أخرجهم من دائرة الكفر كواتا خواهي يقول فرمي كفريان كده لدواي مسلمان بونيان كواتا كاتك هاتينا بظاهرا مسلمان بوينا براستي حكم دنيوي لسر ظاهر ذكره وكو إيمي بشر يتر بوم داخل بونيان لبو إسلام أقرتي بظاهر يجبو أوان لكفر درتوبون فكلامهم الأخير ينقض إسلامهم ويدخلهم بالكفر بلام لدواي ويكوادسان أقصى كفريان ذكن أقرتي بظاهر وان لكفر درتوبون هاتنا داير الإسلام بلام بقصى كفريا كان ديسان لإسلامتي درتوينو وناو دائري كفر ابن عطية دلي بعد إسلامهم كاتك هذا فرمي وقد كفروا بعد إسلامهم تفرمي نيفر بعد إيمان لأن ذلك لم يتجاوز ألسنتهم كاتخوي قول باز لإسلامتي كان دكا باز لإيمان يانا كاتكو زاني أوانا بظاهري مسلمان بوينا نوكا فعلا إيمان لضليان بي يتربلان بظاهريش كمسلمان بوينا لدواي أو كلمة كفر ددرشينا لو ظاهريش ددسنو هردبنو كافر ابن عاشور دلي هذه الآية تدل على أن التكفير يقع بما يدل على الكفر
من قائله أو فاعله كواتا كاتكوا تكفير كسك تكفير ذكره أو بشتك تكفير ذكره بواي كوا تسقوتيتي يان كردوي كوا أو قسيان أو كردوي بلغي لسر كفر يترك سبي تكفير ذكره يتر أوش دلالة بين وإن لم يكن أعلن الكفرة كواتا بلغي لسر وكاجر كابرا بخوش إعلان كافريتين كربي بلام كاتك كلمة يقدر ككفر أن كردوي كوا كفرة بو كلمة ياخذ بو كردوي بي كافر دبي أجر تسيب خوشي إعلان كفري نكرد بي وأكد صدور كلمة الكفر منهم بصيغة القسم ولقد قالوا في مقابلة تأكيدهم نفي صدورها ليكون التكذيب قولهم مساويا لقولهم في التأكيد كاتك وأخوي جور النفي أو عندكاتوا أو أن بدروس وين دخون كوا ما قالوا خواي جورش عيني بالتأكيد وبقسم دفن ولقد قالوا وكوان بابلين بالتأكيد لسر قسك إخوان عندك أنا سوين دخون كوا بدرو طبعا سوين دخون كوا أو قسك كفريان كذا خواي جورش لمقابل ده بالتأكيد دفن مئوان كفريان كذا بالتأكيد كفريان كريجوتيتيان وكفريشان كذا لا تفسير قاسمي دله قتادة دله أو آتا نزلت في عبد الله بن أبي أو آتا دابس درباري عبد الله كري أبي كوا مشهور بسركردي منافقا وذلك إنه اقتتل رجلان ردا وكوابو كوادوكس شريان كر يشان جهنيبو يشان أنصاريبو إتر فعل الجهني على الأنصاري إتر كابراي جهني ديارا آزاتر بولا أنصاري كي مقصد لا أو شركة وكرديتيان عبد الله كري أبي بأنصاري كان يقول ألا تنصرون أخاكم كواتا لو لسر براكي خوتان كوا أنصارية وك خوتان وقوم عشرة خوتانا لو لسر بجوابناين والله ما مثلنا ومثل محمد طبعا جهني كابراي جهني مهاجرة كاتك والقى أنصاري بشر ديو أو يان وكبلي مسيطر دبي لسر أبيت كان عبد الله كري أبي بفرصة تزاني هاني أنصاري كان ده لو سر برايك إخوتان بجوابنا نموني إيما لقل أو مهاجران كوا مقصدي محمد صلى الله عليه وسلم لقل أو كوزبراني كالقلينا نموني إيما لقل أوان دالي وكو نموني أو كسيك دالي سمن كلبك يأكلك نمونو مثلك دالي صقكت قلو بكلا نتيجة دات خواروي رشكا لو قسيك واديكا بالأمر بفيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل أو زاديقو أقر بقرينو مدينة أو تشيب عزة زليلكي دردكا فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو قسي عبد الله كريبي كسيق نقلك لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمبر صلى الله عليه وسلم ناردي بدواي برسياري لكن أتو أقصد كردية فجعل يحلف بالله ما قاله سوين دي دخوار كوا أو قسينا كردية يتروآت دابزي وهروها لسبب نزولش كأموي لمغازي ديجاريتوا لابن إسحاق بويكوا جلاسي كوري سويدي كوري صامت كوا يكك بلو كساني كوا بباش كوتي لقى منافق كانوا دنسوا لقى البيغمبر صلى الله عليه وسلم لبو تبوك كاتك كوا أو آتانا دابزي لسر أوان قتي والله لئن كان هذا الرجل صادقا فيما يقول والله أقر أو بياو مقصد بيغمبر صلى الله عليه وسلم أقر رازقو بلو قسي كديكاك ووحي لو دابزيا لنحن شر من الحمير والله ديار إما خرابترين لكرش خرابترين فسمعها عمير بن سعد وكان في حجره عميري كوري سعد كوا بابرين لحجري أو كسيبوا يعني لحجري جلاس يبوا معنى يسي لحجري بوا واتا جلاس آفرتي خواستيا كوريشي لقلبوا أو كورناوي عمير بوا أو بيقولي بابلين لحجري ويا كواتا دكا زربابي واتا عمير جويل بالجلاس كوا زربابي أو قصية دكاتن فقال والله يا جلاس إنك لأحب الناس إلي يا جلاس والله أتخوش ويسترين كسي للايمن ديارك كسي باج بولا قلي وأحسنهم عندي بلاء زور ساكش لقلم كردي وأعزهم علي أن يصله شيئا تكرهه
و زۆرم پێ ناخۆشەکەەوە شتێکت بەسەر بێکەوە پێم ناخۆش بی ولقد قلت مقالة بەڵام قسەیەکی وات کرد فإن ذكرتها لتفضحني ئەگەر بێت و ئەمن ئەو قسەی بکەم و بیگوازمەوە ئەوە بەڕاستی بە خۆم حەیام دەچکەوە زەربابیتی ولئن كتمتها لتهلكني ئەگەر بیشارمەوەش باسی نەکەم ئەوە تووشی هەلاکەت دێم بۆی کەوە قەزیەکە لەگەڵ عەقیدەتێک ناکاتەوە ولإحداهما أهون علي من الأخرى هەردووک لەوانە نازم کامەی هەڵبژێرم بەڵام لە نەتیجەدا فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال الجلاس ئیتر لە نەتیجەدا چووە لای خزمەت پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم ئەو قسەی جەلاسی لۆ جێڕایەوە کاتێکەوە جەلاس ئەو شتەی زانی هاتە خزمەت پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم فحلف بالله ما قال سوێندی خوارد بە الله تعالى کەوانەی گوتیە ئیتر خی گەورەش ئەو ئاتەیدا بەزان يحلفون بالله ما قالوا فوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فزعموا أن الجلاس تاب فحسنت توبته ونزع فأحسن النزوع ئیتر دواتریش بەڵام کەواتە دابەزی دەڵێن جەلاس تەوبەی کرد و تەوبەی ڕێک و پێک و با بڵێن لەناو ئەو نیفاقەی دەرچوو بە چاکترین دەرچوون یعنی لە دوای دابەزێن و ئاەتانە لە بۆی بەدیارکەوە وحی و لەلایەن خی گەورە و خی گەورە لە بۆی باز دەکاتن ئەویشیان تەوبەی کرد والله ئاعلم ئیتر وەکو دوو سەبەب نزول کەوا لە سەبەب نزولەکان لێرەدا باز دەکرێت دەربارەی ئەو ئاەتە دیارە شتێک تریش ما باز بکەین لەبەر تەوابوونی کات دەوەستین بە پشتوانی خی گەورە لەوانەی داهاتوو دێنەوە خزمەتی وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون